فيلمنا بيبدأ في مدينة سيول سنة 2021، وأسعار الشقق في الوقت ده بتكون مرتفعة جدا، وأغلب الناس بيشوفوا إن ده أفضل استثمار في الوقت الحالي. وبنروح لشخص اسمه سيونج، وبيكون مستعجل علشان يلحق يشتري شقة يستثمر فيها، ولكن ملك الشقة بيزود السعر عن اللي هما اتفقوا عليه، وبيكون ده مضايقه جدا لأن صاحب الشقة بيستغل إن في ناس كتير عايزين يشتروا الشقة، ولكنه بيضطر إنه يوافق على السعر الجديد. وبنعرف إن هو علشان يقدر يشتري الشقة قدم على قرض، وباع كل الأسهم بتاعته في العملة الرقمية، وكمان باع أرضه. وبعد ما بيقدر يجمع المبلغ ويسدد حق الشقة بيكون مبسوط جدا لأن سعرها عمال يزيد، وبياخد حبيبته يفرجها على الشقة وبيعرفها إن دي اللي هتخليهم أغنياء في المستقبل، وبيكونوا مبسوطين بيها جدا. لكن الحال بعد كده بيتدهور، وبنروح لأغسطس سنة 2024، وبنشوف حياة سيونج بتكون اتحولت تماما بسبب نزول أسعار الشقق، وبسبب كتر الديون اللي عليه بقى بيوفر في الفلوس لدرجة إنه بقى بيطفي كل أنوار الشقة علشان ما يستهلكش كهربا كتير. وبيفضل متابع محلل اقتصادي بيأكد لهم إن أسعار الشقق هترتفع تاني في الفترة اللي جاية. وبيعرف إن زميله في الشغل قدم استقالته لأنه كسب مبلغ كبير جدا في الاستثمار في العملات الرقمية. ومديره بيجيله وبيفضل يستهزأ بيه لأنه اشترى شقة وكان مفكر بإن كده هو أمن نفسه، ولكن اللي حصل إن أسعار الشقق حاليا بقت في النازل. فبيواسيه صاحبه وبيطلب منه إنه يروح معاهم لاجتماع الشركة، وهناك هيستفيد من خبرة زميلهم اللي قدم استقالته، وهيعرف أكتر عن العملات الرقمية، وبعدها يقدر يبدأ يستثمر فيها ويسدد الديون اللي عليه. لكن سيونغ بيرفض وبيرجع لشقته، وبيلاقي إن جارته اللي تحتيه سايباله ملاحظات بإن هو يبطل يعمل إزعاج، فما بيهتمش وبيدخل الشقة وبيسمع صوت خبط من شقة جار اللي فوقيه. فبيتصل على مسؤول الصيانة وبيطلب منه إنه يبلغ جاره اللي فوق إنه يبطل يعمل أصوات مزعجة، وكمان يبلغ جارته اللي تحت إن مش هو اللي بيعمل الأصوات دي. وبعدها بيستعد علشان يروح شغله التاني، وبيكون شغال عامل توصيل علشان يقدر يسدد الديون اللي عليه. وبعد ما بيخلص شغله وبيرجع للبيت بيلاقي برضه جارته اللي تحتيه سايباله نفس الملاحظة بإن هو يوقف الصوت المزعج اللي هو مشغله دايما. فبيكبر دماغه وبيدخل ينام، وطبعا مش بيشغل التكييف وبينام في الحر علشان فاتورة الكهرباء ما تجيش عالية. وبيصحى على صوت جرس الباب، وبتكون جارته اللي تحته جاية تطلب منه يبطل الأصوات المزعجة اللي هو بيعملها. فمن عصبيته بيفتح الباب فجأة وبيوقعها على الأرض، وبسرعة بيعتذر لها وبيقول لها إن الأصوات دي مش من عنده، وبيطلب منها إنها تبطل تكتب له الملاحظات تاني، وبيسيبها ويدخل. لكنها بتمسك الباب وبتقول له إن جوزها مأكد لها إن الأصوات دي طالعة من عنده، وبتهدده إن لو موقفش الأصوات جوزها هيطلع له. فبيخاف منها وبيأكد لها إن مش هو اللي بيعمل الأصوات دي، لكنها ما بتصدقهوش وبتدخل شقته وبتستغرب لأنها بتكون فاضية تماما. وبمجرد ما هي بتمشي الأصوات بترجع تاني من الدور اللي فوقيه، فبيتعصب وبيطلع لجاره لكنه بيلاقيه رياضي فبيخاف منه، وبيعرفه بنفسه بهدوء وبيطلب منه يبطل الأصوات المزعجة، وبيكون معتقد إن الأصوات دي بتطلع من الآلات الرياضية بتاعته. لكن جاره بيأكد له إن الأصوات دي مش من عنده، وإن وقت ما بلغ مكتب الصيانة عنه كان هو نايم أساسا، وبيعرفه إن الأصوات دي بتزعجه هو كمان وإنها بتيجي من الدور اللي فوقيه. فسيونج بيسيبه وبيطلع للدور اللي بعده، وبيلاقي جار عنده أطفال، فبيعتقد إن هما السبب في الأصوات اللي بتطلع، وبيطلب من جاره إنه يخلي أطفاله ما يلعبوش في وقت متأخر. فجاره بيعرفه إن أوضة أطفاله عازلة للصوت، وإن أطفاله بيكونوا نايمين أصلا في الوقت ده، وبيأكد له إن الأصوات المزعجة بتطلع من جيرانهم اللي فوق لأنهم دايما بيكونوا صاحيين بالليل. فبيتصدم سيونج لأن ما بينه وبينهم 3 أدوار، فإزاي بيوصله الصوت، وبيقرر إنه يطلع لهم، وبيلاقيهم راجل ومراته كبار في السن وعندهم كلاب، فبيعرفهم إن هو جارهم اللي في ال14، وبيطلب منهم إنه يخلي كلابهم ما يعملوش إزعاج. فبيتخانق معاه صاحب الشقة وإن هو مش قادر يتحرك علشان يعمل أي أصوات، وإن ما بينهم وبين بعض 3 أدوار، فإزاي صوت الكلاب هيوصله. وبيعرفه إن هو كمان بيسمع أصوات مزعجة جاية من الدور اللي فوقيه. فسيونغ بينهار لأن كل ما يطلع لحد يقوله إن اللي فوقيه هو اللي بيعمل الأصوات دي، وبيقرر يطلع الدور اللي فوقيه، وبيكون ده آخر دور في العمارة. وبيفضل يرن الجرس لكن محدش بيرد عليه، وقبل ما بينزل صاحبة العمارة بتندهله، فبيروح يشتكي لها من الأصوات المزعجة اللي بيعملوها الجيران، فبتقوله إنها ما تعرفش مصدر الصوت منين، وبتطلب منه يستحمل شهرين لحد ما مدة إيجارهم تنتهي وهتمشي كل المستأجرين، وبتفهمه إن الحكومة هتعمل محطة قطر سريع في المنطقة وبكده سعر الشقة هيزيد، وبتديله فلوس علشان يوافق يستحمل الجيران دول لمدة شهرين وما يشتكيش. فبيروح وياخد الفلوس وبينزل، لكنه بيتفاجئ إن جيرانه مبوظين ليه عجلته
لأنهم معتقدين إن هو اللي بيعمل الأصوات المزعجة. وتاني يوم لما صاحبه بيعرف بيحذره وبيطلب منه يبلغ الشرطة لأن ده خطر على حياته وممكن الجيران دول يأذوه. لكن سيونج مش بيهتم بكلامه وبيعرفه إن هو خد فلوس من صاحبة العمارة علشان يسكت ويستحمل. وبيعرف من صاحبه إن في عملة رقمية اسمها GB سعرها قليل جدا وهتزيد يوم 15 أغسطس الساعة 8:15، وده بيكون ميعاد عيد التحرير. فسيونج بتعجبه الفكرة لكنه ما بيكونش عارف هيجيب الفلوس منين. فصاحبه بينصحه إن ياخد كارد ويشتري بيه العملة، وهو بيقتنع بالفكرة جدا وبيروح يقدم على كارد لكنه بيترفض. فبيقرر إن هو يبيع شقته وبيروح مكتب عقارات وبيعرض شقته للبيع، وخلال ساعات قليلة بيجيله مشتري وبيعرض عليه مبلغ صغير جدا، وبيكون العقد هيتكتب باسم ولد قاصر من مواليد 2009. فسيونغ بيضطر إن هو يوافق علشان يلحق يشتري العملة قبل ما سعرها يزيد، وبيطلب منهم عربون 85 مليون يون لحد ما يكتبوا العقد. وبيعرف إن لو العقد اتلغى هيدفع ضعف العربون كشرط جزائي، لكن هو ما بيهتمش لأنه هيكسب من العملة كتير ومش هيبقى فارق معاه الشرط الجزائي لما يحب يلغي العقد. وبعد ما بياخد الفلوس بيروح بسرعة يشتري بيهم كلهم عملة GB، وبيفضل طول الوقت يراقب حركتها وبيفرح جدا لما بيلاقيها بتزيد. وأثناء ما هو كل تركيزه على حركة العملة حد مجهول بيتسلل داخل شقته وبيعرف إن هو بيستثمر في العملات الرقمية. وتاني يوم بيصحى سيونغ على جرس الباب وبيكون جاره اللي فوقيه جين مفكر إن الأصوات المزعجة جاية من عنده. فسيونغ بيحاول يقنعه إن المشروع هو اللي بيعمل الأصوات دي، لكن جين مش بيصدقه وبيسيبه وبيمشي. وبيكون في حد بيصوره وبيعرف إنهم جيرانه اللي تحتيه، فبينزل الشارع وبيفضل يراقبهم. وبيجيله شخص بيعرفه إن حصلت جريمة قتل في المبنى اللي جنبهم وكان سببها الدوشة والأصوات المزعجة اللي جاية من الجيران، وبيسأله إذا كان هو ممكن يعمل كده. فسيونغ بيتصدم من كلامه وبيسيبه وبيمشي. فبيركب معاه الأسانسير وسيونغ بيعرف إن هو جاره اللي تحت وبيخاف لما بيطلع سلاح حاد، لكنه بيشاور له يسكت وبيسيبه وبيمشي. وبيفضل سيون يراقب سعر العملة طول الوقت، وكل يوم الأصوات المزعجة بتزيد عن اليوم اللي قبله وبيبدأ يجيله هلاوس. وبيفضل على الحال ده لحد ما في يوم بيصحى بيلاقي نفسه في شقة نضيفة ومامته مجهزة له الفطار وبتسأله إذا كان هو مبسوط ولا لأ، لكنها فجأة بتبدأ تصرخ وبتطلب منه يوقف الأصوات المزعجة. فبيعرف إن ده مجرد كابوس. وجرس الباب بيرن وبيكون كل جيرانه متجمعين وبيتخانقوا معاه وهو ما بيرضاش يخرج لهم، وبيعرفوه إنهم متأكدين إن الأصوات دي بتطلع من عنده. فبينهار وبيقول لهم إن الأصوات دي كانت جاية من ناحية الجيران اللي تحته. وأثناء ما هما بيتخانقوا معاه بتيجي صاحبة العمارة وبتوقفهم لأن خناقهم ده هيعمل للعمارة سمعة وحشة وسعر الشقق هتقل. وبيطلب سيونغ إنهم يفتشوا شقة جاره اللي تحته، فبتعجبهم الفكرة وبيقرروا إنهم يفتشوا شقته هو الأول. وبيدخل جينو معاه حارس العمارة وبيفتشوا الشقة وبيتصدموا لما بيلاقوا تليفون مشغل أصوات مزعجة ومتوصل بجهاز بينشر الصوت في كل الشقق. وبيستغرب سيونج من وجود الجهاز ده وبيتخانق مع جاره اللي تحتيه علشان بيكون معتقد إن هو اللي اتسلل لشقته وركب الجهاز. فجاره بيضربه وسيونج بيدافع عن نفسه، لكن جاره بيقع على الأرض وبيمثل إن هو ضربه. فبتيجي الشرطة وبيقبضوا عليه وهو بيحاول يقنعهم إن هو مضربهوش، لكنهم مش بيصدقوه. وسيونج بيكون عاوز يمشي بأي طريقة لأن ده يوم عيد التحرير وباقي أقل من ساعة على ميعاد بيع العملة، فبيضطر يمثل إن هو تعب. وهما بيفكوه بسرعة بيهرب منهم وبيدخل مكتب المأمور وبيقفل على نفسه وبيستخدم جهاز الكمبيوتر وبيدخل على موقع بيع العملة. وبيكون باقي دقايق قليلة والساعة تيجي 8:15، وأثناء ما هو منتظر سعر العملة بيرتفع فعلا بشكل جنوني، وهو بيطمع وبيفضل منتظر لحد ما بيوصل لأعلى سعر. وأفراد الشرطة بيقدروا يفتحوا الباب ويصعقوه بالكهرباء، لكنه بيفضل يقاوم لحد ما الساعة بتيجي 8:15 وبيقرر يبيع. لكن واحد من الشرطة بيفصل فيشة الكمبيوتر في آخر لحظة وسيونغ ما بيلحقش يبيع وبيفقد الوعي بعدها. ولما بيفوق بيعرف إن صاحبة العمارة جت وشهدت بإن جاره بيتبلى عليه وبيسيبوه يخرج من القسم. وبتكون الساعة جت 12 وبيروح البيت وبيلاقي جيرانه بيحتفلوا بإن سعر الشقق هتزيد لأنهم بيكونوا عرفوا إنه هيتعمل محطة قطر سريع في المنطقة. فبيسيبهم وبيدخل شقته وبيفتح اللاب وبيلاقي إن هو ملحقش يبيع العملة فعلا وبيخسر كل فلوسه. فبيقرر إنه ينتحر ويسيب رسالة لأمه يعتذر لها إن هو خيب أملها وإنه مش هيقدر يعيش بعد ما خسر كل حاجة في حياته حتى شقته. بس قبل ما ينتحر بيلاحظ إن جيرانه عمالين يولعوا النور ويطفوه، فبيقرر إنه يخلص عليهم قبل ما ينتحر. لكن بيوقفه جين وبيقوله إن هو طلب منه كذا مرة يوقف الأصوات المزعجة. فسيونغ بيتعصب وبيهجم عليه
لكن جين بيقدر يمنعه وبيسمع الأصوات المزعجة وهو واقف معاه، فبيعرف إنه مظلوم، وسيونغ بيأكد له إن الأصوات دي بتيجي من الجيران اللي تحته. فبينزلوا لهم هما الاتنين وبيلاقوا باب الشقة مفتوح ومحدش قاعد جوه، فبسرعة بيستغلوا الفرصة وبيدوروا على أي حاجة تكون هي اللي بتعمل الأصوات المزعجة دي. وأثناء ما هما بيفتشوا بيلاقوا أوراق بيع الشقق، وبيتصدم سيونج لما بيلاقي إن الشقق كلها متباعة على نفس الشاب القاصر اللي اشترى شقته. وجين بيعرف إن شقته هي كمان متباعة لنفس الشخص، فبيشك إن صاحبة العمارة هي اللي بتشتري الشقق بسعر رخيص علشان ترجع تبيعها تاني بسعر أعلى لما محطة القطر السريع تشتغل. وبعدها صاحبة العمارة بتتصل بيه وبتكون عاوزاه في حاجة، فبتيجي في دماغه فكرة وبيطلع لها، فبتسأله إذا كان هو فعلا ضرب جاره ولا لأ، لأن هو لسه في غيبوبة. وأثناء ما هما بيتكلموا جين بيطلع وبيعرف صاحبة العمارة إن هو عاوزها في حاجة ضروري. وبمجرد ما هي بتنشغل مع جين، سيونغ بيعمل نفسه داخل الحمام وبيفضل يدور في الشقة على أي جهاز يصدر أصوات مزعجة. وأثناء ما هو بيبحث بيلاقي مسدس غاز موجود في المكتب، وبيوصل كمان لأوضة مقفولة برقم سري. وقبل ما يحاول يفتحها جوز صاحبة العمارة بيمسكه، وسيونج بيتصدم لما بيلاقيه إن هو نفس الشخص اللي اشترى شقته. فبيعرفهم إن هو كشف خطتهم، إن هما اللي بيعملوا الأصوات المزعجة علشان يطفشوا السكان ويشتروا منهم الشقق بأسعار رخيصة ويبيعوها بعد كده بسعر غالي. وما بيقدرش يبلغ عنهم لأنه ما بيكونش معاه دليل ضدهم، وبيضطر إن هو ياخد جين ويسيبهم وينزل. وبيلاقي تليفون متوصل بشبكة واي فاي غريبة، فبيروح لجين علشان يعرفه، لكنه بيتصدم لما بيلاقي إن مصدر الشبكة من عنده. وجين لما بيجي بيخبي التليفون بسرعة، فبيعرفه إن هو جاي يستخدم الواي فاي بتاعه علشان الشبكة عنده فاصلة. فجين بيعرفه إن هو مش موصل واي فاي عنده، وعلشان يشتت انتباهه بيعزمه على حمام ساونا. وسيونغ بيوافق وهو شاكك فيه. وأثناء ما هما في الحمام جين بيعترف له بإن هو صحفي وبيحقق ورا أصحاب العقارات اللي بنوا عماراتهم بمواد رديئة، ومنهم صاحبة العمارة بتاعتهم. ومن كلامه سيونغ بيعرف إن هو عاوز يخلص على صاحبة العمارة، فبيخاف منه وبيتحجج علشان يمشي. وبعد ما بيسيبه بيروح يفتش في شقته، وبيلاقيه فعلا بيراقب صاحبة العمارة والسكان، وبيكون مخترق أنظمة كل الشقق. وأثناء ما هو بيفتش بيلاقي الجهاز اللي بيظهر الأصوات المزعجة، فبسرعة بيخرج من الشقة، لكن جين بيوصل فجأة فبيخاف منه وبيستخبى بسرعة. وبيفضل مستني لحد ما جين ينام وبيقرر إن هو يقتله، لكنه ما بيقدرش. وقبل ما يمشي جرس الباب بيرن، فبسرعة بيستخبى تحت السرير. وجين بيصحى وبيلاقي إن اللي بتخبط هي الجار اللي تحت سيونج، وبتفضل تتخانق مع جين لأن هو السبب في إن جوزها لسه في غيبوبة. فجين بيعرفها إن هو طلب من جوزها يمثل إن سيونغ ضربه وما كانش ليه لازمة يخبط نفسه في الأرض جامد، وإن هو كان عاوز يمثل كده علشان الشرطة تقبض على سيونغ وما يعرفش يبيع العملة الرقمية بتاعته ويخسروا كل فلوسه. فسيونغ بيعرف إن جين كان مراقبه وعارف عنه كل حاجة، وإن كل اللي حصل ده كان من تخطيطه. فبيحاول جين يديلها فلوس علشان تسكت، لكنها بتتخانق معاه علشان هي بتحب جوزها جدا وبتكسر له التسجيلات بتاعته، فبيتعصب عليها وبيفضل يضرب فيها لحد ما بيخلص عليها. وبعدها جين بيروح يكلم الشرطة ويبلغ عن سيونغ إن هو موت جارته. بس أثناء ما هو بيتكلم سيونغ بيحاول يخرج، لكنه بيتصدم لما بيلاقي إن جين ما بيكلمش حد أصلا، وإنه كان عارف إن سيونغ موجود في شقته كل الوقت ده. وبسرعة بيهجم عليه وبيحاول يموته، لكن سيونغ بيترجاه يسيبه عايش وبيعرض عليه إنه يساعده يخلصوا على صاحبة العمارة سوا. فبيوافق ويحذره إن هو لو غدر بيه هيموته هو ووالدته، وبيقوله على القرية اللي هي عايشة فيها. وبعد ما بيتفقوا بياخدوا جثة جارتهم وبيطلعوا بيها لشقة صاحبة العمارة، وبيحطوا الجثة في المطبخ وبيقطعوا خرطوم الغاز علشان يولعوا في الشقة. لكنهم قبل ما يولعوا فيها جيم بيخش لصاحبة العمارة ويصحيها هي وجوزها، وبيربطهم وبيعرفها بنفسه وبيقول لها إن هو كان صحفي وبيحقق في المباني الرديئة، وأصحاب المباني دي رفعوا عليه قضية علشان يحبسوه، وهي كانت شغالة في الوقت ده في منصب المدعي العام، وبسبب إنها قبلت رشوة من أصحاب العقارات حكمت عليه بالسجن ودمرت مستقبله، بالرغم من إن هي كانت متأكدة إن هو مظلوم. وبيسألها عن مكان دفتر الحسابات اللي هي مسجلة فيه كل الرشاوي اللي أخدتها، فبتقوله إنها ما تعرفش مكانه وإن جوزها هو اللي مخبيه. فبياخد جوزها للأوضة اللي برقم سري، وهي بتقول لسيونغ إنها عرفته وإن باين عليه جدا إن جين مهدده هو كمان علشان يساعده. فبيعرفها إن جين موت جارتهم وإنه كان مضطر يعمل نفسه بيساعده، وبيروح يحاول يفكها، لكن جين بيجي وبيشوفه فبيزعق لصاحبة العمارة وبيسألها عن مكان دفتر الحسابات. وسيونج بسرعة بيروح يجيب مسدس الغاز اللي شافه قبل كده في المكتب وبيهدد بيه جين، وبيقوله إنه هيرش عليه غاز يخنقه، لكن جين بيقدر يتغلب عليه. لكن صاحبة العمارة بتاخد المسدس
وبترش عليهم هما الاتنين غاز، وبسرعة بتدخل الأوضة وبتقفل الباب على نفسها، وجين بيهرب من ريحة الغاز وبيروح يخلص على جوزها، لكنه قبل ما يموت بيقدر يطعنه في بطنه، وسيونغ بيروح لجين علشان يضربه، لكن صاحبة العمارة بتخرج من الأوضة وبتطلب منه إن هو يموته ويخلص عليه، فبيفضل متردد ينفذ كلامها ولا لأ، لكن جين بيموت لوحده بسبب السكينة اللي في بطنه. فصاحبة العمارة بتضرب سيونغ لأنه ما سمعش كلامها، وبتقوله إنها كانت عارفة إن هو صحفي من الأول، وإن كل كلامه صح، وإنها قبلت رشاوي كتير، وبتوريله مكان دفتر حساباتها. وقبل ما تخلص عليه، جين بيجي من وراها وبيمسكها ويخنقها، وبيعرف سيونغ إن هو كان بيمثل وكاتم نفسه علشان تقرب منه ويخلص عليها. وسيونغ بيروح يبص على دفتر الحسابات وبيلاقي كل عقود الشقق اللي اتباعت في العمارة، وبيكون من ضمنهم عقد بيع شقته. وجين بيطلب منه يديله العقود ودفتر الحسابات علشان يقدمهم للشرطة ويثبت إنها أخدت رشاوي وحكمت عليه ظلم، لكن سيونغ بيرفض وبيعرفه إن هو زهق من كتر أوامره، وبيروح يفتح خرطوم الغاز وبيحط كل الأوراق والعقود في الفرن، وبسرعة بيخرج من العمارة قبل ما الشقة تنفجر، ومن كتر التعب بيفقد الوعي. وبعد ما بيفوق بيلاقي نفسه في المستشفى، ووالدته قاعدة جنبه، والشرطة بتيجي للمستشفى علشان تحقق معاه في اللي حصل، لكن ما بيكونش عليه أي دليل يدينه ولا إثبات إن هو اللي ولع في الشقة. وبعد ما بيخرج من المستشفى بيرجع للقرية اللي عايشة فيها والدته، وبتطلب منه إنه يعيش معاها، لكنه بيرفض، وبيرجع تاني لمدينة سيول، وبيروح شقته وبيلاقي العقد الأساسي اللي مكتوب باسمه، فبيفرح إن الشقة لسه ملكه، وكمان اتخلص من الأصوات المزعجة اللي كانت هتقلل سعرها لو حب يبيعها. وبس كده، ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، علشان الجمدان الحقيقي لسه ما جاش. ونتقابل مع قصة وفيلم جديد. سلام عليكم.